مساء الأمس أعلنت وزارة الدفاع، وطبعا هذه الحالة المثلى الأولى التي فعلا بدأنا نشاهدها هي انتظام الجيش الوطني ضمن قرارات سيادية وسياسية من قبل وزارة الدفاع. أعلنت الوزارة ببيان أنها أطلقت عملية أمنية هدفها إعادة ضبط الأمن والاستقرار ورد أي اعتداء داخلي وضبط أمن المنطقة باتجاه كل مجموعة تهدد أمن وسلامة المنطقة. طبعا انطلقت الاشتباكات واندلعت حوالي الساعة 8 من ليل أمس. تتقدم قوات الجيش الوطني تحاصر المجموعات الخارجة عن إطار الجيش الوطني والتي تتبع لهيئة تحرير الشام. للأسف أننا نقول هذا الكلام، الهدف هو كانت سيطرة الهيئة أو استعادة سيطرة الهيئة على هذا المعبر، لأنه يعتبر مطلب حيوي للهيئة. طبعا جرت المعارك طاحنة خلال ساعات الليل وفجر هذا الصباح، لتتوقف منذ ساعات الصباح الأول بوقف إطلاق نار هش وانطلاق مفاوضات لم تصل إلى شيء. التطورات على الأرض كلها لم يحدث أي خرق لهذه التجمعات. يعني نحن الآن وطبعا لمنبركم الكريم نقول أن ليس هناك سيطرة لهيئة تحرير الشام أو المجموعات التابعة لها. طبعا نحن لا نقول هذا الأمر تحيزا، هم على الأرض، نحن على الأرض، ونقول أن المعبر الآن مع الشرطة العسكرية يعني والفيلق الثاني والأحرار علان اللي يسمون أحرار علان لهم نقطة قريبة من المعبر. منطقة سلسانة هي مع صقور الشام وأبو دجان الكردي، باروزة مع صقور الشام، عبلة مع صقور الشام وأبو دجان الكردي. لا نقاط جديدة مأخوذة من قبل هذه المجموعات، هم محاصرون ومقطوع عنهم طرق الإمداد ويفاوضون، والآن إلى الآن لا تفضي المفاوضات. إذن يعني كفة القوى تميل للجيش الوطني. سيد هشام، كفة القوى تميل للجيش الوطني وفق وصفك. إذن على ماذا كانت تعول هذه المجموعات عندما حاولت السيطرة على المعبر؟ هل هناك مدد يصلها من هيئة تحرير الشام أم ماذا؟ نعم، تعول على الحالة السائلة التي كان عليها الجيش الوطني، كانت تعول على حالة التراخي من بعض الفصائل التي كانت تواجه أي دخول لهيئة تحرير الشام. ولكن وهنا التطور المثير للاهتمام والذي يجب على كل وسائل الإعلام الاهتمام به، لأول مرة يظهر الجيش الوطني كمؤسسة سياسية وسيادية تصدر قرار عام وتنطلق وحداته وألويته لتنفيذ هذا القرار. إذن هذه الصورة يجب أن تتعمق وتترسخ، والآن لا رجوع عن تنفيذ بيان وزارة الدفاع. هذا سقف المفاوضات، لا عودة إلى أي صورة سابقة. بيان وزارة الدفاع وبالتعاون مع الحلفاء الجيش التركي الذي كان معنا لحظة بلحظة، هذه المنطقة سيعود لها الأمن والاستقرار وستضرب كل المجموعات العابثة بأمنها واستقرارها. لا عودة عن هذا الهدف. إعلام الجولاني الآن يقوم بالترويجات الكثيرة، هم الآن ليس لديهم مخرج، قطعت عليهم طرق الإمداد، هم محاصرون. هذه باختصار شديد. المعركة لا تخص فصيل، المعركة لا تخص مجموعة، المعركة الآن تخص الجيش الوطني وبقيادة وزارة الدفاع ومشاركة ألوية وفصائل وكتائب الجيش الوطني جميعا دون استثناء، وأركز بطبيعة جميعا دون استثناء. نعم، بطبيعة الأحوال سنتابع هذا الملف في نشرات أخرى. أشكرك جزيل الشكر السيد هشام سكيف القيادي في الجيش الوطني، كنت معي من غازي عنتاب. قتل شخص وأصيب 4 آخرون جراء اشتباكات مسلحة بين عائلتين في مدينة أختارين بريف حلب الشمالي على خلفية شجار بين شابين من العائلتين أدى لإصاباتهما بجروح.
وقال مراسل حلب اليوم إن الاشتباكات بدأت بعد شجار بين شابين من عائلتي زينو وتمرو أمام البريد وسط أخترين، ما أدى لإصابتهما بجروح وتطور فيما بعد إلى اشتباكات بين العائلتين شارك فيه مسلحون منضمون لفرقة المعتصم وفرقة الحمزة، ما استدعى تدخل الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية لفض الاشتباكات. وأشار مراسلنا إلى أن الخلاف لم يحل بعد، وأن أهالي المدينة لا يزالون يتخوفون من تجدد تلك الاشتباكات. أعلنت خارجية سلطة الأسد عن وصول رئيسها للصين ضمن زيارة يتخللها لقاءات مع مسؤولين صينيين. صحيفة ليموند الفرنسية أشارت لرغبة صينية بالترويج لمشروع طريق الحرير الجديد. التقرير